طبعا تاني ماتش للاهلي في الدوري كسب 4-1 فاركو اللي هو ما جاش اصلا. وانا عايز بس اسال سؤال لاحمد خطاب. هو انت ايه نوع حبايه الشجاعه اللي انت واخدها؟ ايه النوع بتاعها؟ يعني عشان انت تنزل تلعب الاهلي بالطريقه دي، هم قالوا لك مثلا الاهلي هيلعبك بالناشئين؟ ليه؟ ايه فتحه الجيم دي؟ ايه فتحه الدراع؟ فتحه الصدر؟ ايه كل الفتحات اللي انت فاتحها في الملعب دي؟ انا ما اعرفش. يعني في ايه التفكير ده؟ ده انت لا امكانيات ولا لعيبه. يعني طبيعي ان انت ترص لعيبتك ورا، محدش هيقول لك انت ليه بتعمل كده. تاني حاجه طبعا التشكيل بتاع الاهلي ده هو يعني ده التشكيل الانسب او الافضل، يعني ان انت تبتدي بالتشكيل دوت. ولكن التشكيل ده هيعمل لك مشكله بعد كده في ان امام عاشور لما يرجع هتلعبه على حساب مين؟ يعني مين من الليله اللي قدام دي هيبقى قاعد بره وقالب وشه عليك، وهو طبعا بيلعب تحت الفيرود، وانت كنت ملاعب زيزو بن رمضان، فمين فيهم اللي هيقعد؟ ده لو ثبت التشكيله. تاني حاجه برضو صح عملتها ان انت ما الوينجات اليمين شمال والشمال يمين، وتنظيم المرور اللي انت بتعمله ده معرفش انت جايبه من انهي كتالوج بره. هنا مفيش الكلام ده، يعني عندنا مفيش الكلام ده، عشان بس ما نقعدش نضحك على بعض. تعالى بقى للجون بتاع الاهلي اللي دخل في الاهلي. طب محمد هاني انت بتعمل ايه؟ يعني الكوره جايه على رجلك، هو تطفشها احسن؟ يعني تشوطها بره احسن، او تشوطها قدام في نص الملعب مثلا، ولا تطلعها كورنر؟ ايه الامن؟ ايه الفكره ان انت تنزلها تلعبها براسك وتطلعها كورنر؟ يعني ما توقف، مفيش حد ضاغط عليك. وشوبير انت يعني بتزيدها بقى بله، يعني بتطينها اكتر، بتجيب الكرة من بره بتسلمها للمهاجم، ما تسيبها تطلع بره. ما خلاص، ما كنا يعني انت كسبان 3-1، ايه المشكله يعني؟ ما تسيبها تطلع بره. دفاعات الاهلي فيها مشكله، افتكروا الكلام ده كويس. والوينجي والباكيت، باك رايت والباك ليفت فيهم مشكله.